السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده وصفه مميزه وجميله جدا. هنعمل مع بعض كيكه الشاي، الكيكه اليوميه بتاعت امهاتنا زمان، من غير اي اختراعات ولا افتكاسات. سهله وبسيطه وان شاء الله هتنجح معاكم. ناس كتير قوي بتحب تعمل كيك بس بيقابلها مشاكل وهي بتعمله. ناس بتقول بتطلع مكتومه، ما بتطلعش مساويه، بتطلع جنب عالي جنب واطي. كمان ناس كتير قوي بتشكي بتقول ان هي بيطلع لونها غامق من جوه وفيها كده نقط بني. ان شاء الله هقول لكم كل الاسباب واللي تنجح معاكم الكيك ويطلع معاكم هش وخفيف ولونه فاتح وبالجمال ده. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير هنعملها بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نحضرها هي الصينيه. قبل ما نبدا في تجهيز الكيك، معايا هنا صينيه مقاس 24 دهنتها بالزيت، وممكن تدهنوها سمنه او زبده زي ما انتوا حابين، وغلفتها كويس جدا كده بالدقيق. ارتفاع الكيك انتوا اللي بتتحكموا فيه من خلال الصينيه. يعني لو عايزين الكيكه ارتفاعها اعلى بتصغروا الصينيه، عايزين الكيكه ارتفاعها اقل بتكبروا الصينيه. واستخدموا اي صينيه موجوده عندكم زي ما انتوا حابين، بس الصواني الالومنيوم بتوزع الحراره حلو وبتخلي النتيجه حلوه قوي في تسويه الكيكات. حضرنا الصينيه ودلوقتي هنحضر مقادير الجافه للكيك. معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق، يعني 310 جرام. ده دقيق لجميع الاغراض، لازم نكون نخلينه كويس. انا هنا نخلاه مرتين، وهقول لكم ليه بندخل الدقيق اكتر من مره. بعد كده هبتدي ان انا اضيف رشه من الملح، وما نزودش الملح كتير، رشه بسيطه عشان الكيكه ما تطلعش معاكوا حادقه، ذره كده ما بين صوابع ايدينا. هضيف عليهم معلقتين كبار من نشا الذرة، يعني 20 جرام. ايه فايدة النشا؟ النشا بتدي نعومة وطراوة وطعم حلو قوي للكيك. بجد انا من ساعة ما جربت النشا في الكيكات، وهي الكيكات بصراحة بتطلع معايا تحفة. بعد كده معايا كيس بيكنج باودر كيك شيف، او اي نوع بيكنج باودر يكون وزنه 16 جرام زي ما انتوا حابين. بس في ملحوظة مهمة عايزة اقولكوا عليها، نوعية البيكنج باودر مهمة جدا عشان دي اللي بتفرق معاكوا في لون الكيكة من جوه. الناس اللي بتشكي وبتقول الكيكة بتطلع معاهم غامقة، او ان هي ممكن يكون فيها نقط بني، ده من البيكنج باودر. كل ما تستخدموا نوعية كويسة من البيكنج باودر، كل ما الكيكة تطلع معاكوا فاتحة من جوه ولونها ابيض زي ما شفناها كده مع بعض في اول الفيديو. بعد كده هبتدي بقى ان انا اقلب المقادير الجافه مع بعض علشان البيكنج باودر يتوزع كده معايا مع الدقيق والنشا، والكيكه بعد التسويه تطلع معاكم ساويه، ما يكونش جنب عالي وجنب واطي. ده سبب من الاسباب اللي بيخلي الكيكه ما بتطلعش معاكم ساويه. كمان لو الفرن بتاعكم مش مظبوط. كده خلاص انا قلبت المقادير الجافه وبقت جاهزه معايا. عايزه اقول لكم ان نوع الدقيق اللي انا بستخدمه ده دقيق لجميع الاغراض، وممكن تستخدموا الدقيق اللي مخصص للكيك. كده خلاص المقادير الجافة بقت جاهزة معايا. هبتدي بقى ان انا احضر المقادير السائلة، سهلة وبسيطة جدا. معايا هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، ولو البيض عندكم في التلاجة طلعوه قبلها بساعة. لازم كل المقادير تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده حطيت فانيليا، ممكن تستخدموا فانيليا سايلة معلقة صغيرة زي ما انتوا حابين. ومعايا كوباية من السكر حبيبات، يعني 200 جرام. عايزة اقول لكم ان انا مستخدمة سكر التموين، يعني شايفين السكر مش فاتح قوي، ومع ذلك الكيكة بسم الله ما شاء الله شفناها مع بعض في اول فيديو طلع لونها فاتح وابيض وحلو جدا جدا. فنوعية البيكنج باودر بجد بتفرق اكتر من السكر. بعد كده هبتدي بقى ان انا اضرب كويس جدا بالمضرب الكهرباء لحد ما القوام كده يكون كريمي ولونه يفتح والسكر يدوب. مهم جدا ان احنا ندوب السكر. وعايزه لكم كمان مش مهم مضرب كهرباء، ممكن تعملوها في الخلاط، وكمان ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي. انا عملت معاكم قبل كده الكيكه بالمضرب اليدوي، بتاخد بس وقت شويه لكن بتنفع بتطلع جميله. بس انا عشان انجز في الوقت، وكمان عشان تكونوا شايفين معايا كل حاجه، لان الخلاط عندي المسافه قصيره في المطبخ فمش هتبقوا شايفين حاجه، وانا عايزاكم تشوفوا كل الخطوات معايا. فهتحطوا البيض والسكر في الخلاط وتضربوا كويس جدا برضو لحد ما السكر كده يدوب. ناس كتير قوي بتشكي بتقول ان الكيكه لما بتيجي تعملها بتكون حلوه وكل حاجه، بس الوش بتاعها بيطلع ملزق. ده بسببين: اول حاجه كميه السكر بتكون زياده عن المقدار، تاني حاجه ان انتوا مش بتدوبوا السكر واحنا بنضربه في الوقت ده، فلازم ندوب السكر كويس جدا. كده خلاص انا دوبت السكر. هنعرف ازاي ان السكر ده؟ بنلمس الخليط كده ما بين صوابع ايدينا، مش هنلاقي ليه اي اثر. بعد كده معايا 3/4 كوبايه من الزيت النباتي، يعني 150 مللي. نوعية الزيت تكون كويسة عشان لو ليه ريحة أو ليه طعم كده طبعا هيظهر في الكيك والكيكة مش هتكون حلوة. أنا استخدمت زيت دوار الشمس، وبقلب بس كده لمدة ثواني لحد ما الخليط كده يختلط معايا، مش أكتر من كده. كيكة مقدرة سهلة وطريقتها بسيطة جدا جدا، جربوها بجد هتعجبكم. بعد ما خلاص بقى كده قلبت، أو بعد ما ضربت كده المقادير مع بعض، هبتدي إن أنا أضيف كوباية من الحليب، يعني 200 مللي. والحليب هنا بدرجة حرارة المطبخ، وبرضه بقلب كده يعني برضه لمدة ثواني لحد ما الاقي كده الخليط بقى متجانس معايا. كمان لو السكر ما كانش داب معاكم في الوقت ده هتلاقوه داب معاكم اكتر.
واحنا بنضرب كده لازم نضرب في اتجاه واحد، واحنا بنضرب كل المقادير اللي بنحطها لازم نضرب في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا بندخله. لكن لو في الخلاط طبعا بنضرب عادي جدا. بعد كده هبتدي ان انا انخل تاني المقادير الجافة. انا نخلتها مرتين وبنخلها تاني لتالت مرة. طب ايه سبب ان انا انخل المقادير الجافة كذا مرة؟ ده بيدخل هوا وبيخلي الكيكة كده تطلع معاكم هشة وخفيفة وطعمها حلو جدا وما تكونش معاكم مكتومة. بالمضرب اليدوي بقى هبتدي ان انا اقلب المقادير مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا في الوقت اللي انا ابتديت ان انا احط فيه دي انا شغلت في الوقت ده الفرن، يعني مش بشغله قبلها بربع ساعه ولا نص ساعه ولا اي حاجه. كده غلط اللي انتوا تعملوا الطريقه ديت، لان انتوا لو شغلتوا الفرن قبلها بفتره كبيره الفرن بيسخن بزياده وهتلاقوا الكيكه اول ما تدخلوها هتاخد لون من بره بسرعه ومن جوه هتكون لسه عجين. فمجرد كده ان احنا نبتدي نضيف المقادير الجافه على المقادير السائله هبتدي ان انا اشغل الفرن. وهقول لكم التسويه وكل حاجه، اهم حاجه بس كده انا بقلب كويس وفي اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي احنا بندخله. والمعلقه الاسباتولا كده هبتدي ان انا اجيب اي دقيق موجود في الجوانب علشان يكون المقدار كده معايا مظبوط وما يكونش فيه دقيق لسه ما تقلبش معايا. الخليط ما بيكونش تقيل قوي ولا خفيف قوي، شايفين لونه فاتح وبجد تحفه. جبت بقى كده المعلقه الاسباتولا عشان اتاكد ان مفيش اي دقيق كده من تحت، عشان اتاكد ان الخليط معايا اتقلب وبقى ممتاز. هجيب بقى الصينيه وهبتدي ان انا انزل كده بكل الكميه. شايفين ما شاء الله الكيك عامل ازاي، لونه فاتح والخليط نازل مظبوط. بشغل الفرن على درجة حرارة 180 وبدخله على الشبكة اللي في النص. تقعد من 40 ل45 دقيقة على حسب الفرن عندكم. هتلاقوها استوت وخدت لون كده حلو من فوق ومن غير ما نشغل عليها الشواية ولا أي حاجة. ما تحاولوش ان انتوا تفتحوا عليها قبل 40 دقيقة علشان ما نخرجش الهواء والكيكة كده تهبط معاكم. بديها كده خبطتين قبل ما ابتدي ان انا ادخلها الفرن عشان الكيك يطلع معانا المسام بتاعه ضيق. بعد ما بيستوي انا بطفي عليه الفرن وبفتح باب الفرن وبسيب الصينيه جوه لمده دقيقتين 3 وبعد كده ابتدي ان انا اطلعها عشان ما تطلعوهاش على طول وتلاقوا بعد كده الكيكه كانت مرتفعه معاكم وبعد كده هبطت، لان ناس كتير قوي بتشكي من الموضوع ده. بسيبها تبرد تماما في الصينيه. بعد كده بسلك جوانب الكيك وبقلبها ما شاء الله هتتقلب معاكم بكل سهوله. بعد ما تبرد بقى كده هبتدي ان انا اقطعها. انا قطعتها مربعات زي امهاتنا كده زمان لما كانوا بيقطعوها، عايزين تقطعوها مثلثات زي ما انتوا حابين. ما شاء الله شايفين الكيكه طالعه عامله ازاي، لونها تحفه. عايزه اقول لكم هشه وخفيفه اكنها بالظبط كيكه اسفنجيه. كمان الوش بتاعها مش بيلزق، ده عشان مقدار السكر مظبوط وان احنا كمان دوبناه كويس. شايفين بقى الكيكه عامله ازاي، والله اكبر عليها. اللون من جوه لونه ابيض كده وفاتح، بجد كيكه ولا غلطه. كمان المسامات بتاعتها ضيقه، يعني كيكه كده ان شاء الله هتعملوها وهتنبهروا بجمالها. كمان هفتحها معاكم عشان تشوفوا قد ايه من جوه ان قلبها كده ابيض وهشه وخفيفه جدا. ده من نوعيه البيكنج باودر، يعني انتوا لو بتستخدموا بيكنج باودر والكيك بيطلع معاكم غامق غيروه فورا، لان هو ده اللي بيخلي الكيك يطلع معاكم كده غامق. انا والله مستخدمه سكر التموين وشايفين الكيكه طالعه فاتحه عامله ازاي. بفتح لكم كمان من جوه، يعني بسم الله ما شاء الله، ولا فيها نقط بني ولا غامقه ولا اي حاجه. جربوها بألف هنا وشفا على قلبكم يا رب مع كوباية الشاي، إن شاء الله تعجبكم، مش هتبطلوا أبدا إن انتوا تعملوها. سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو بتشوفوا قناتي أول مرة اشتركوا في القناة وما تنسوش اللايك، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.